السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم تحلية باردة وسريعة وكده. ده البسكوت اللي هو الدانش ده. انا جبته وفرمته خالص كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين كنت عامله صوص شوكولاته. تمام. فبدأت ان انا اضيفه كده على البسكوت واقلبه كويس جدا، بحيث ان الصوص الشوكولاته يبقى يتمسك كده مع البسكوت ويبقوا قطعه واحده. تمام. ف يعني ما يبقاش جامد قوي، وما يبقاش اللي هو يعني سايب كده، اللي هو ما تعرفيش تشكليه يعني. تمام. وهنا كنت بدأت ان انا اضغط عليه جامد. تمام. واشكل فيه وكده. في الطاجن او مثلا البايركس اللي عندك او اي حاجه، وكده كده مش هيخش الفرن اصلا ولا هيتعرض لحراره. ده هيتحط في التلاجة. دي تحليه بارده عادي وسريعه، وممكن تعمليها بكل سهوله. تمام. آه بس فهتعملي هنا كده. كنا خلصنا اللي هي طبقه البسكوت دي. تمام. من العجن فيها بقى وكده. هنا كنت بوريكم بقى ان هي قد ايه بقت سميكة يعني وكده. وهنا بقى جبت كوبايتين لبن. تمام. وعليهم معلقتين كاكاو خام. وعليهم معلقتين نشا. تمام. دوبتهم في ميه. دوبت دول الاول على النار، وبعد كده دوبت التانيين في ميه بارده. تمام. اللبن والكاكاو كده قلبتهم، بعدين ولعت عليهم النار. وضفت بقى ضفت معلقتين النشا، بحيث ان هما يربطوا معايا يعني ويبقوا عاملين زي صوص تقيل كده. هنا بقى كنت بحط النشا. تمام. بعد ما دوبتها وكده، وبقى عماله اقلب بقى اقلب اقلب. وبعدين ضفت بقى هنا كوبايتين سكر. تمام. ويعني على حسب انتوا عايزينها متحلية اكتر حطوها. تمام. هنا بقى كان البسكوت معايا جبته. تمام. وحطيته في الطاجن ده. وبدأت ان انا يعني ضغطت عليه جامد وكده. وبعدين بدأت ان انا انزل عليه الصوص اللي انا عملته. بس بعد الصوص ما برد يعني، وهو سخن لا، عشان هيخلي البسكوت يسيب. لا، سبته مثلا برد شويه وكده. وبدات ان انا اعدله كده في الطاجن، او في الحاجه اللي انتوا هتبقوا عاملينها فيها بالسباتيولا. تمام. وبدات هنا بقى ان انا بمسح الجناب وكده. تمام. بس يستحسن ان انتوا تعملوه في طاجن زي اللي انا عاملاه ده. حلو يعني، بيخلي الحاجه شكلها حلو، ولما بيتفتح من تحت تعرفي تنقليه على حاجه تانية. وجبت بقى كان عندي